اهلا بكم متابعينا في فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده اولى حلقات فانتازي العبها صح. خلاص بقى اقل من شهر عن فانتازي الدوري الانجليزي. جالك النهارده اقول لك ازاي تخطط لفرقتك، ازاي تمشي عليها، ازاي تبص لقدام تعرف الهدف من فرقتك ايه. مش اي لعيب والسلام، مش اللعيبه الغاليه تروح تبص عليها. عايزك النهارده هحط لك استراتيجيه تمشي عليها ازاي. الفرق اللي جدولها سهل في الاول، اللعيبه اللي انت تروح تشتريها واللعيبه اللي تبعد عنها. عاملين مجهود ليك النهارده. روق شويه الشاي بتوعك وتركز معانا النهارده. العبها صح ان شاء الله. كل شيء كل يوم جديد. معاكم احمد سمير وابراهيم ادريس ويلا بينا. ازيك يا ابراهيم، اخبارك ايه؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله. هنتكلم ايه في الاول؟ النهارده ان شاء الله هنبدا اول حاجه عن جدول الفرق، نظره عامه كده عن الجدول بتاع الماتشات، عشان نبدا نشوف ايه الفرق اللي عندها ماتشات سهله وايه الفرق اللي عندها ماتشات صعبه، نركز عليها ونبعد عنها. والبدايه مع بطل الدوري الانجليزي وبطل دوري الابطال اللي الجدول بتاعهم جه في الاول كويس جدا. تعرف تبص على اللعيبه من عندهم. مانشستر سيتي عندهم بيرنلي وشيفيلد ونيوكاسل، وبقيه الاول 5 جولات تعرف تجيب منهم لعيبه وانت مطمن. فعلا جدول مانشستر سيتي كويس، يعني انت في البدايه ممكن تختار 2 لعيبه من مانشستر سيتي في الفريق، لان عندهم ماتشين هوم والماتشين الاوي يعني انا شايفهم مش صعبين قوي، فانت ممكن تختار عادي. ومعانا برضو برايتون جدولها اول 4 فرق كويسين. تعرف تجيب منهم لعيبه وانت مستريح، لان انت مش هتبتدي تغير منهم الا على الجوله الخامسه مثلا او السادسه. بالظبط، يعني جدول برايتون انا شايفه حلو جدا. يعني بادئ اول حاجه بلوتون هوم، فرقه صاعده جايه من الشامبيونشيب بقى يلعبوا على ارضهم. انا شايف ان برايتون هتبقى لعبتها مغريه جدا في البدايه خصوصا. وكمان عندنا ارسنال جدولها ممتاز جدا. اول 4 جولات عندهم في 3 هوم، يعني باستثناء الجوله الاخيره قدام مانشستر يونايتد في الجوله الرابعه في الامارات، بس انا شايف ان الجدول حلو. فعندنا برضو توتنهام وتشيلسي، بس يعني ايه 50-50. انت ما تعرفش لسه المدرب الجديد لتوتنهام هيمشي ازاي والاستراتيجيه اللي هيعتمد عليها، فانت ممكن تقلق شويه. يعني انت هتراهن، هتشوف اللعيبه، انت هتاخد الريسك لوحدك. يعني ما برشحش حد دلوقتي من توتنهام او تشيلسي. بالظبط، يعني انا شايف ان تشيلسي نستنى لان جدوله كويس، بس انت لسه الفرقه برضه انت هتبقى مقلق الفرقه دي هتبقى شكلها عامل ازاي. لسه الموسم التحضيري ما بدأش، لسه بوكوتينيو ايه اللعيبه اللي هيعتمد عليها وكده، فنستنى شويه على تشيلسي. طب واللعيبه اللي انت الفرق اللي انت لازم تعتمد تبعد عنها، الفرق اللي في البدايه اللي تبعد عنها لان جدولها صعب. لو بصينا للجدول هنلاقي اول حاجه نيوكاسل جدولها صعب جدا في البدايه، يعني انا شايف ان اللعيبه بتاعتها نستنى عليها شويه. بعد الجوله الرابعه ممكن تبدا تختار. وايه هي الفرق اللي لازم نبعد عنها في الاول عشان جدولها صعب؟ لو بصينا على الجدول هنلاقي ان نيوكاسل لازم تبعد عنها في البدايه، لان عندهم في اول 3 جولات في منهم هيلعبوا السيتي وهيلعبوا ليفربول. انا شايف ان نبعد عنهم في البدايه. وفي عندك كمان توتنهام عندهم في اول 4 جولات في 3 بره الارض، فانا شايف ان حته بره الارض دي لازم يعني نحطها في الاعتبار. وانا شايف برضو مثلا، يعني ما اعرفش انت تتفق معايا ولا لا، ان مثلا الفرق اللي لسه صاعده زي لوتن تاون نصبر عليها شويه. يعني ما نروحش نجيب لعيب رخيص منها بحيث ان هو مثلا نملي التشكيله بس ما يديش اي حاجه. لا نصبر عليها، نشوف الاول الاستراتيجيه بتاعتها ماشيه ازاي. وفي نفس الوقت نوتنجهام لسه برضو يعني ايه بتتخبط، فلازم نصبر عليها برضو، نشوف اللعيبه تأدي ازاي، المدرب يأدي ازاي. بالظبط، يعني انا شايف ان الفرق الصاعده يعني لازم نستنى عليها شويه، نصبر ويت اند سي. قبل ما نتكلم عن اللعيبه اللي سعرها غالي واللعيبه اللي سعرها رخيص، لازم تعرف ان اللعيبه في الفانتازي بتقسم ل3 خانات. اللعيبه الغاليه زي اللعيبه البريميوم زي هالاند وكين وصلاح ودي بروين. اللعيبه دي من وجهه نظري لازم تجيب منها 2 بس، 2، لان اكتر من كده الفرقه بتاعتك مش هتظبط. فلو جبت 3 مثلا معاهم يبقى انت كده الفرقه بتاعتك هتتدمر. هم 2 كفايه، وبعد كده تظبط من اللعيبه اللي سعرها قليل. وتكمله لكلام احمد، في بعد الفئه البريميوم في فئه متوسطه السعر، تمام، زي ساكا ومارتينيلي واوديجارد وبرونو ونكونكو من تشيلسي. دي الفئه اللي انت هتكمل بيها الفرقه يعني عندك. نخش دلوقتي على اللعيبه اللي اقل في السعر، زي اللعيبه اللي ب4 ب4 ونص. دي لعيبه تسد بيها خانه، يعني عندك نقص في الدفاع او خط الوسط تجيب منهم لعيبه ب4 او ب4 ونص عشان تكمل بيها الفريق بتاعك. ودلوقتي نخش على اللعيبه اللي انا شايفها من وجهه نظرنا غاليه في السعر. لعيب انا شايف ان هو لو كان اقل من كده كان يبقى كويس جدا. نبتدي اول حاجه بارنولد. 8 مليون طبعا
محدش ينكر مجهود ارنولد، تقريبا بيجيب نقط عاليه كل موسم، محدش يعرف ما يعتمدش عليه. بس 8 مليون في لعيب مدافع ده سعر صراحه شايفه غالي جدا، مع ان انا شخصيا هعتمد عليه. ده انا شايفه يعني ما اخبيش عليك، يعني تقريبا اول اتنين عندي في الفرقه هالاند وارنولد، بعد كده هبني حواليهم. لكن ارنولد 8 مليون ده كده غالي جدا ولا ايه؟ هو فعلا ارنولد غالي شويه، يعني انا متفق معاك في النقطه دي. ولكن السنه اللي فاتت في الاواخر ارنولد كان كل ماتش تقريبا جون او اسيست، وساعات كان بيطلع بالكلين شيت. فبالمعدل بتاع النقط ده والسعر ده ممكن انا بالنسبه لي ممكن يبقى مقبول. يعني انا ممكن ما تبصلهاش ان هو 8 وفي الدفاع، لا انت ممكن تبص لها كأنه 8 ولاعب في خط النص. هل هيقدم لك نفس النقط؟ ده اللي هنشوفه. ونخش على تاني لعيب وهو كيران تريبيه. كيران تريبيه طبعا السنه اللي فاتت كان مكسب كبير جدا لكل كل واحد بالظبط، يعني هو كان مع كل الفرق. ولكن السنه دي جدوله في البدايه صعب، غير كمان ان هو سعره ب6.5. الصراحة أنا استغربت جدا تريبير 6.5 وماشي، يعني بتعتمد عليه وكلين شيت وأسيستات، بس أنت 6.5 أنت ممكن تغير تجيب بوتمان سعره أقل منه برضه في دفاع نيوكاسل ولا إيه؟ بالظبط، اتفق معاك في النقطه دي. بوتمان سعره 4.5، يعني فرق 2 مليون. صراحة أنت اللي بيهم هو يعني بوتمان ب4.5، يعني صفقه هتبقى صفقه حلوه جدا في برضه من اللي أنا شايفهم غاليين بوب حارس المرمى، بوب ومارتينيز. احنا كنا الأول بنجيبهم الاثنين عشان مثلا ما نجيبش إيدرسون وأليسون، دلوقتي سعرهم شبههم، يعني انت دلوقتي نفس السعر نص مليون. فانا دلوقتي اروح اجيب مثلا ايدرسون وكلين شيت بتاع السيتي مضمون شويه، فخلاص اعتمد عليهم، ما احطش ايدي على قلبي واستنى مارتينيز. لا بوب لا غاليين جدا. بالظبط، انا متفق معاك في النقطه دي. زائد ان انت يعني انت 5 مليون دي، لا انا اجيب مدافع ب5 احسن ما اجيب حارس ب5. مظبوط. وبرضه عندنا بين وايت. بين وايت 5.5، مع احترامي لبين وايت الكامل يعني، بس انا اروح اجيب زينشينكو ب5 مليون او جابريال 5 مليون ونص مليون. والله كل مليون هيفرق معانا في دلوقتي التشكيله في الموسم ده، هتفرق، مش هتبقى شبه الموسم اللي فات شبه بعض، هتفرق من واحد لواحد، هتفرق من لعيب للعيب بينافس في اللعبه. يعني بايت 5.5، لا انا اجيب جينسينكو مثلا، ولا انت ايه رايك؟ انا شايف برضو ان وايت 5.5، النص ده ممكن تستغله في حته تانية في مركز تاني هيفرق معاك فعلا. انا 5.5 ده كتير. دلوقتي نتكلم عن اللعيبه اللي انا شايفها فعلا رخيصه او ممكن تبقى سرقه شويه. اول لعيب معانا برناردو سيلفا. برناردو سيلفا مع احتماليه خروج رياض محرز للسعوديه، ومع تالقه في السنه اللي فاتت في نص النهائي والنهائي في دوري الابطال بالذات قدام ريال مدريد، انا شايف ان هو يعتمد عليه كويس قوي جوارديولا بالذات في الناحيه الشمال. فانا شايف ان هو الموسم من انفجار برناردو سيلفا، خصوصا لو احتماليه خروج رياض محرز. بالظبط، انا متفق معاك ان برناردو سيلفا هيبقى السنه دي لا غنى عنه بالنسبه لجوارديولا، واكيد هيبدا باساسي. زائد ان في بدايه الموسم دي بروين مصاب، هيغيب عن بدايه الموسم، فاكيد هو اللي هيلعب سواء على الطرف او في خط النص مكان دي بروين. تاني واحد معانا مثلا هو ايه؟ برونو فرنانديز. انت ممكن تختلف معايا ان سعره غالي، لا بس مع اللي هو بيقدمه سواء ضربات حره او ركنيات او ضربات جزاء، هو كابتن الفريق مانشستر يونايتد. فانا شايف ان هو الصراحه الفلوس مش خساره فيه، يعني شايف ان انت تعتمد على برونو فرنانديز اساسي معاك في الفانتازي. بالظبط، يعني برونو بسعر 8.5، وبتتكلم يعني القائد بتاع مانشستر يونايتد هو اللي بيلعب الضربات الثابته، هو اللي بيلعب كل الحاجات المهمه، حتى البلانتات هو اللي ماسكها، وبيلعب في مانشستر يونايتد وب8.5. انا شايف انها صفقه حلوه جدا. عندنا برضه في الدفاع بوتمان استوبيان. بوتمان احنا اتكلمنا عنه 4.5، استوبيان اتكلمنا عنه شويه ابراهيم. بالنسبه لاستوبينيان، انا شايف ان استوبينيان انت لو جيت بصيت اصلا دلوقتي على الملكيه بتاعته في الفانتازي هتلاقي عدت ال50%، يعني تقريبا اعلى مدافع دلوقتي بعد ارنولد. بالظبط، لان جدول برايتون في البدايه كويس جدا. زائد ان هو السنه اللي فاتت كان بيزيد وبيخش منطقه الجزاء وكان بيجيب اهداف وبيجيب اسيستات، فشايف ان هو لازم يبقى اساسي، يبقى ده اول واحد في الدفاع بالنسبه لي. انا شايف برضه هو لعيب لسه السعر بتاعه اعلن عنه النهارده تقريبا على حسب ما تشوف الفيديو. باو توريس 5 مليون، جاي خبره تقيله في ريال. انا بتابع الدوري الاسباني في العموم، فانا شايف ان هو هستنى منه اضافه في الدوري الاسباني، هستنى منه قدام مارتينيز. انا شايف ان هو يأدي كويس. بالظبط، يعني باو توريس 5 مليون انا شايفه سعر ممتاز جدا. بس الكلام ده في حاله ان انت مش هتجيب مارتينيز في الحراسه، ان انت ممكن تعتمد على باو توريس. بلاش مارتينيز. لان حته الدبل في الدفاع من استون فيلا مش هتبقى كويسه.
طب نخش دلوقتي على الاستراتيجيه اللي ممكن تمشي عليها في الفانتازي. يعني انا مثلا من رايي، يعني انا بعتمد عليها، بجيب حارس غالي وحارس مثلا ب 4 مليون، والعب بثبت الغالي ايا كان، يعني مين مثلا لو قلنا حارس السيتي بثبت الغالي واسيب ده ينزل منه ايه في الاوقات، يعني مثلا ايه لو ده اصابه بتاع، بس بثبت الغالي وبرضه في نفس السعر. بجيب ثلاثه مثلا في الدفاع كويسين، والاثنين الباقيين بيبقوا مثلا إيه 4 مليون، 4 ونص بالكتير، بيقعدوا على الدكه، واحد منهم بيلعب اساسي والتاني احتياطي. ولا انت وجهه نظرك ايه يا ابراهيم؟ هو انا بالنسبه للحراسه انا بفضل ان انا اجيب 2 حراس وابدل بينهم، لان الجدول بيبقى مثلا ممكن الحارس البريميوم اللي انا اجيبه ده عنده ماتش صعب ويدخل في جون، لكن انا لو جبت 2 حراس رخاص هقدر ابدل بينهم ماتشاتهم السهله، يعني اللي عنده ماتش سهل العبه. والله دي بقى فيها ريسك شويه. انت ممكن تقعد تقارن بين ده وده، وانت تلعب ويوم اللي على الدكه جايب لك كلين شيت مثلا، او اللي يعمل سيفز يطلع لك ب 10 نقط ولا 11. هي فيها مخاطره فعلا، بس انت برضه انا شايف ان انت تمشي على الاستراتيجيه دي، لان انا بالنسبه لي دي امن. يعني انا هلاعب الحارس اللي عنده ماتش سهل، ده اللي ممكن يجيب احتماليه ان يجيب لي نقط، ده اللي هيبقى اكبر. بالنسبة للدفاع أنا شايف إن أنت في الاختيارات أنت ممكن تختار لعيب مثلا بريميوم، واتنين لعيبة مثلا ب4.5 ولاعب ب4، وبعدين الخامس ده ممكن بقى تختار زي ما أنت عايز على حسب الفلوس اللي هتفضى معاك من بقية الفرقة. يعني ممكن تجيب لعيب كمان بريميوم تاني جنب الأولاني. وأنا شايف إن أنت تستفاد برضو في الهجوم والوسط أفضل. يعني انا شايف ان احنا نبتدي بالخطه بتاعت 3-5-2، لان انا شايف ان في كتير وسط ملعب. وبرده من اللعيبه وسط ملعب اللي احنا صراحه ما قلناش فودن. فودن سعره حلو، وخصوصا ان هو برده في اخر الموسم كان جاب اللي فات كان جاب فورمه كويسه. فانا شايف ان هو مع رحيل جندوجان، انا شايف ان هو هياخد في الملعب. انا شايف فعلا ان فودن هياخد وقت اكبر بعد رحيل جندوجان، لانه هو السنه اللي فاتت جوارديولا في الاخر جربه في مركز رقم 10. مظبوط. فهو بالتالي هيبقى اقرب للجون السنه دي شويه، لسه برضه هنشوف في الجوله التحضيريه الدنيا تبقى ماشيه ازاي. طب دلوقتي نخش على الهجوم. تمام. احنا طبعا عندنا هالاند، ده اساسي. جابريل خصوص ولا هاري كين؟ مع العلم طبعا هاري كين معروف، ما فيش انا شايف ما فيش مقارنه بين الاثنين، بس المقارنه في فرق الفلوس. تجيب جابريل خصوص تستفيد بالفرق ده تعرف عشان تبني فريقك، ولا تجيب هاري كين وتستغنى عن كام لعيب وتجيب لعيب اقل منه؟ على فكره بالنسبه لهاري كين السنه اللي فاتت، يعني انت مثلا لو استثنت هالاند من الفانتازي، هاري كين يعتبر هو هداف الدوري بالظبط. يعني هو السنه اللي فاتت ما كان التالق الشديد بتاع هالاند كان مغطي على النقط بتاعه هاري كين. مظبوط. والسنه دي السنه دي المدرب الجديد ده بيقولوا ان هو مدرب هجومي. يعني فهو انا شايف ان هاري كين هيستفاد من النقطه دي. انت لو ناوي ان انت تجيب هاري كين هتستغنى عن هالاند او صلاح. انا بالنسبه لي الاثنين دول هم رقم 1 و2. يعني لو انت بتفكر في هاري كين هتستغنى عن حد منهم. يا اما تجيب هالاند وجابريل خيسوس. ممكن تعتمد على الاثنين، على هالاند وخيسوس، وهم دول اصلا ابرز اثنين في الهجوم بعد هاري كين. جابريل خيسوس تجيبه من هنا الفرقه كلها يجيب اجوان ويقول لهم اتفضلوا وما يجيبش اي حاجه. وبكده نكون وصلنا لنهايه اول فيديو للتحضير الموسم الجديد الفانتازي. استنوا منا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله تعجبكم ويبقى في تطور اكتر. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ده بيساعدنا جدا عشان الفيديو ينتشر. وان شاء الله نلقاكم قريبا في حلقه جديده من فانتازي العبها صح.